السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين وفي افضل حال. تعالوا بينا في بدايه الفيديو كلنا نكتسب حسنات ونصلي كلنا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستنيه منك بقى لايك حلو الاول كده على الفيديو. حطي لي لايك دلوقتي. حطيتي لايك؟ تسلم ايديكي وعينيكي. وكومنت حلو كده منك على الفيديو ده عشان بتشجعوني بصراحه في كومنتاتكم. ولو بتشوفيني لاول مره يشرفني جدا وجودك في قناتي واشتراكك فيها. اول حاجه انا طالعه النهارده انا بردانه، فانا خلاص تقلت بقى دلوقتي يعني خلاص، وبدات ان انا البس تقيل الحمد لله. فحبيت بقى ان انا اقول لكم عشان ما حدش يقول لي انت لابسه لنا فرو من دلوقتي ليه، احنا ما بقيناش لسه في السقعه قوي. لا انا سقعانه والله العظيم. المهم يعني النهارده بقى ايه، فيديو مختلف تماما. عايزه انقل لكم تجربتي مع حاجه طلبتها اونلاين. انا مش في العادي ان انا بطلب اونلاين، يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي ما بلاقيهاش متوفره حواليا او صعب ان انا الاقيها او الاقي عليها عروض، هي دي اللي بطلبها بصراحه اونلاين. غير كده بحب انزل اجيب حاجتي بنفسي، وفي نفس الوقت بتبقى اشوفها بعيني وامسكها كده بايدي، الخامات مش عارف ايه، خصوصا لو لبس او كده. بس بصراحه يعني الكام مره اللي اشتريت فيهم اونلاين كل التجارب جميله جدا. يعني انا بصراحه مش طالعه التجربه سيئه، لا بالعكس خالص. انا النهارده طالعه انقل لكم تجربتي مع موقع امازون. طبعا امازون عليه اعلانات كتير جدا جدا، يعني مش انا اللي هطلع اعمل اعلان، فمش مستاهله ان انا اقول لكم والله العظيم ده مش اعلان. انا بس حابه ان انا اوريكم هنعمل انبوكسنج كده مع بعض زي ما بيقولوا يعني. فهنعمل زي البلوجرز اللي طالعين اللي بيعملوا انبوكسنج وكلام حلو يعني بيقولوه كده. بس كان لازم اديهم حقهم لان هم بصراحه ابهروني. اديهم حقهم في ايه؟ في ان انا اقول اسم الموقع على الاقل اللي انا اشتريت منه. كان ممكن اطلع الحاجات واقول لكم بصوا انا اشتريت 1 2 3 واسعارهم 1 2 3، بس هم بصراحه الناس دي محترمه لسبب. يعني انا طلبت الاوردر امبارح والله العظيم، طلبته يوم 3/12 اللي هو امبارح بتاريخ امبارح. وصلني 4/12 اللي هو بتاريخ النهارده بالظبط الميعاد اللي قالوا عليه. والشحن كان فري او مجانا. مندوب الشحن قمه الذوق والاحترام. انا ما قابلتوش بصوره شخصيه، انا نزلت له بنتي والله. بس حتى في الكلام في ذوق كل حاجه بصراحه ناس محترمين جدا. قبل ما ابدا اتكلم عنهم هتقولي طب وايه الجديد؟ طب ما كل المواقع كده او شركات الشحن كده، يعني اللي بيشتغلوا مع المواقع اللي هي بتاعت الالكترونيه دي. لا انا اتعاملت مع موقع نون اللي هو نون مصر. للاسف الشديد بقالهم شهر كامل مدوخيني على نفس الاوردر الحاجات دي. اقسم بالله شهر 30 يوم من يوم بالظبط. انا طالبه اول اوردر ليا من يوم 9 نوفمبر اللي هو 9/11. كل المفروض ان هو خلال يومين وهيوصلك او 3 ايام وهيوصلك على حسب التاريخ المحدد يعني. الاقيهم بقى بصوا في نفس اليوم يبعتوا لي رساله ان ايه، ان المندوب في الطريق اليك، رساله على الموبايل. فجاه الاقي رساله صوتيه او مكالمه تجيلي على الرقم بتاعي برساله صوتيه، مش المندوب اللي بيكلمني. منهم من الموقع نفسه بيقولوا لي ايه، ان طلبك مش عارف ايه ومش عارفين نتواصل او نوصل، مش عارفين تتواصلوا ازاي وانتوا اصلا بتتكلموني على رقمي. ما هو ده الرقم اللي متسجل عندكم، يعني البريد الصوتي يوصل لي المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير، هم بقى يعملوا كده. ويجي بقى في الاخر خالص اليوم يخلص اللي هو ميعاد اليوم بتاع التسليم، وروحوا بعتين لي بقى رساله نحن ناسف ومش ناسف. وكلمت خدمه العملاء كتير جدا، كلمت الموقع بتاعهم او الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك كتير جدا. وللاسف بالنسبه لي اسوأ تجربه. انا الحمد لله ان انا يعني طلبت الحاجات دي، كان ممكن اخدها بسعر اقل من كده في الوقت ده، لان الوقت اللي انا كنت طالبه فيه منهم كان وقت اللي هي اللي بيعملوا عروض يعني بتاعت شهر فبراير كلها، شهر نوفمبر كلها، اللي هي البلاك فرايداي والوايت فرايداي واليلو فرايداي وما اعرفش ايه. ف طبعا هم ضيعوا عليا فرصه ان انا ممكن اخد حاجه باقل من السعر ده. بس انا عايزه اقول لكم ان في النهايه يعني انا طالباه في شهر 12. اقسم بالله اللي انا هوريه لكم دلوقتي هو نفس الاسعار اللي انا كنت طالبه بيها المفروض يعني من موقع نون بالاسعار، بنفس الاسعار المفروض يعني ان هي كانت عليها عروض. انا ما اعرفش ازاي بقى كان عليها عروض وانا طلبتها من امازون بنفس الاسعار. المهم يعني ده مش موضوع الفيديو، انا بس حبيت انقل لكم تجربتي مع الموقعين. يعني انا حتى بعت لهم وقلت لهم انا مش ساكنه مثلا في صعيد مصر مثلا، مش قصدي ان هو صعيد مصر، انا قصدي مش حته بعيده عنكم للدرجات دي عشان الحاجه تغيب للدرجات دي ومش بتيجي، وكل شويه يلغوا الطلب، كل شويه طب الغيه واطلبيه تاني. عملت كده 4 مرات، الغي واطلب الغي واطلب، لحد ما توصلت في مره من قاعده
نزلت وانا قاعده كده على الفيسبوك، لقيت بنوته بتكتب وبتقول انا جبت الحاجات دي من امازون. قلت طب ما انا انزل الموقع واجرب، يمكن الاقي عليه الحاجات اللي انا عايزاها. وفعلا هو ده اللي حصل. نزلت الموقع وانا قاعده كده في تك في ثواني معدوده لقيت الحاجات باسعار، هقول لكم دلوقتي كل الاسعار. وكمان استغربت من ان الشحن هيوصلك غدا ازاي. قلت طبعا ده كلام فاضي، يعني بتجربتي السيئه اللي فاتت قبل كده مستحيل يوصل بكره. وفعلا لقيت المندوب بيكلمني الساعه 12 الظهر، قال لي نص ساعه يا فندم وهبقى عندك. وفعلا بعد نص ساعه بالثانيه لقيته قدام البيت هنا. فبجد من قلبي يعني شكرا. وكمان انا بنقل لكم تجربتي. بس تعالوا بقى نشوف انا طلبت ايه. طبعا انا فتحت الباكج عشان بس ايه محدش يقول لي انت شايله لازقه ليه. انا فتحتها عشان اطمن ان كل حاجه موجوده. الورقه دي عليها البيانات بتاعتي وعنواني، يعني اكيد انا مش مقرباها من الكاميرا. تعالوا اهو. طبعا ده شكل الصندوق بتاعهم. طبعا الباكج جميل جدا، التوصيل حلو، واصلني يعني بطريقه حلوه. وبالمناسبه هم مش يعني ما يعرفوش ان انا يوتيوبر. يعني انا بدخل اطلب الحاجات دي من على المواقع، ما بطلبهاش بلينك مش بالايميل بتاع القناه. يعني انا ما بطلبش باسم ايميل القناه خالص، انا بطلب بايميل تاني متسجل عندي على التليفون عشان اتعامل بيه مع المواقع الاونلاين او اي حاجه يعني عايزه اطلبها اونلاين. بتعامل بالايميل بتاع بالايميل اللي هو التاني، انما ايميل القناه ما حدش يعرفه اصلا خالص، او يعني ايه ما بتعاملش بيه. فعشان بس تعرفوا انا دافعه ثمن الحاجات دي عشان ما حدش يتكلم ويقول لي دعايه ومش دعايه. انا بقول لكم عشان دي تجربه كويسه وحابه ان انا انقلها لكم. تمام. فانا هفتح بقى اللزقه كده واوريكم انا طلبت ايه. عايزه اقول لكم ولادي قاعدين ورا الكاميرا مستنيين الفرقيع دي. طبعا هم حاطين الاكياس دي، اكياس كده اللي هي يعني بتحمل حاجه. استنوا اهي شكل الحاجه كده من جوه اهو. بصوا شكلها اهي. فانا هديهم بقى يفرقعوا براحتهم، بس فرقعوا بعيد عشان الصوت. تمام. جوه فرقعوا جوه في الاوضه، وهخلي ليا انا بقى فرقوعه. روحوا خدوا دول بقى قسموهم على بعض، دول 5 وهاخد انا دول افرقعهم بعد الفيديو. خليهم لي هنا. بصوا بقى طلبت ايه. بصوا يا حبايبي زي ما قلت لكم هحطهم بس جنب هنا. عشان اعرف ايه ان انا اكلمكم كده فيس تو فيس. ماشي. بصوا بقى طلبت ايه. زي ما قلت لكم الحاجات دي انا ساعات بنزل الاقيها وساعات ما بلاقيهاش. وكمان انا طبعا عشان الظروف اللي انا فيها دي ما بعرفش انزل دلوقتي اجيب الحاجه يعني. المهم انا جبت اول حاجه، ده عرض نازل عندهم، ده مساعد شطف او ملمع، مساعد شطف او ملمع لغسالات الاطباق، اسمه لودفيك. طبعا هو غني عن التعريف، ناس كتير قوي عارفاه، وبرده مش متوفر في كل الاماكن. يعني انا عندي سوبر ماركتات كتير هنا مش بتبيعه. دول كده عبوتين هما مع بعض كده عرض. انا كنت بشتري العبوه الواحده ب 35 جنيه. طبعا هي ما شاء الله بتكفي وقت حلو، بس انا طبعا داخله على ولاده، فانا لازم اخلي بيتي شامل وكامل من كل حاجه على قد ما اقدر. المهم انا عندي نص واحده باقيه من القديم، فجبت الاتنين دول كده كانوا عرض كده مع بعض اهو. الواحده كنت بشتري الواحده ب 35 جنيه، الاتنين نازل عليهم العرض ب 50 جنيه، يعني الواحده ب 25 جنيه. طبعا وفرنا 10 جنيه، ووفرنا مشوار، ووفرنا وقت، ووفرنا جهد. فدي طبعا بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. جبت كمان من عندهم برضو غسالة الاطباق، اللهم صل عليك يا نبي، المسحوق بتاع غسالة الاطباق هوريه لكم برضو دلوقتي، برضو من نفس الماركه بتاعت لودفيك. ماشي. دي اقراص بتاعت غسالة الاطباق اللي هي 3 in 1 3 في 1. يعني طبعا هي ممتازه، انا ما بستخدمش غيرها بصراحه، تحفه بالنسبه لي، هي من افضل الفضليات يعني. فكنت بشتري بصراحه الاثنين دول. القرص العبوه 27 قرص، العبوه 27 قرص. كنت الاول بشتري الاثنين ب 170 جنيه، ب 170 جنيه. هتقولوا لي يا نسمه ايه ده غساله الاطباق بتاخد مسحوق غالي. لا، العبوه دي ما شاء الله يعني ممكن تقعد 6 شهور، ممكن تقعد كتير جدا، اللي هي 27 قرص. لان انا بقسم القرص نصين، لو عايزين طريقه قسم القرص نصين قولوا لي وانا اعمله لكم ان شاء الله في فيديو. وبستخدمه في الغسله وبيبقى ممتاز ما شاء الله، بينضف كويس جدا جدا. المهم يعني انا جبت الاثنين، بجيب الاثنين كنت بجيبهم ب 170. ماشي. فلقيت بقى العرض ده نازل على امازون،
التلاتة يعني اتنين، الاتنين عبوتين ب27 قرص، والعبوه دي معاهم زياده او هديه 13 قرص. طبعا 13 قرص ده يكفيني 3 4 شهور، ده حاجه جميله جدا، او بلاش 3 4 شهور، يكفيني شهرين يا ستي، هيبقى حاجه جميله جدا جدا. فلقيتهم كده كلهم مع بعض في كيس واحد اهو. هقولك اتنين زائد واحد مجانا، اللي هو ال 13 قرص ده بيبقى مجانا. تمام. اكتر حاجه بقى بسطاني ومفرحاني وعايزه اقول لكم بقى مبهوره بيها، انتوا عارفين طبعا ان انا يعني ايه كل ما بتقابلني حاجه كده ناقصه ان شاء الله يعني للولاده فايه بجيبها. بقالنا نص ساعه يا نهار ابيض، فبنزل وبجيبها. المهم يعني انا جبت ايه، جبت السودو كريم. طبعا ناس كتير قوي عارفاه السودو كريم، اللي هو كريم بتاع الحفاضات بتاع البيبيهات. هو ينفع لكذا حاجه، مش بيبيهات بس او مش حفاضات بس، وينفع لحاجات كتير جدا جدا، بس ده مش موضوعنا. العبوه دي 125 مللي، 125 جرام او 125 مللي اهي. طبعا ده الاوريجينال عشان بس ما كده يعني، انا عملت عنه ريفيوهات كتير طبعا فتحته اهو. ده انا جايباه ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني من تحضيرات الولاده. فده في المنطقه اللي انا عايشه فيها او اللي انا ساكنه فيها، لما سالت عليه لقيت العبوه ال 125 مللي دي ب 250 جنيه، ب 250 جنيه. تمام. فالمهم ان انا لقيته على الموقع ب 100 جنيه، العبوه ال 125 مللي ب 100 جنيه. هتقولي لي الاكسباير ديت او تاريخ الصلاحيه، تاريخ الصلاحيه بتاعه لحد سنه 2023 شهر 5 2023، يعني ما شاء الله يعني يدينا ويديكوا كده ايه الصحه وطولة العمر. ماشي. هي دي بصراحه الحاجات اللي انا طلبتها، وهي دي كانت تجربتي مع الموقع، وانا بصراحه مبسوطه جدا جدا. حتى اكتر حاجه بتبسطني الميعاد والمصداقيه، وفعلا الشحن على الحاجات دي كلها مجانا، يعني هو جالي لحد البيت من غير ما ياخد اي مصاريف شحن ولا اي حاجه. فبجد مبسوطه جدا ومبسوطه، واكتر حاجه مفرحاني وبسطاني ان انا لقيت ده. وطب عارفين انا والله العظيم من كتر ما هو جميل ومش مصدقه سعره، بقول هو انا ليه ما طلبتش اتنين طيب. بس قلت لا خلاص، انا مش عارفه لسه يعني الله اعلم البيبي يعني في اطفال جسمهم بيجي على حاجه، وفي اطفال ونفس الاطفال تانيين ما بيجيش على نفس الحاجه، فاهمني. فانا كنت هجيب العبوه ال 250 الكبيره اللي هي بتبقى تقريبا ربع كيلو. فقلت لا خلاص انا هجرب في ال 125، هي ما شاء الله بتقعد برضو وقت محترم، ومشيت معايا تمام ولقيتها حلوه والحمد لله، يعني ما فيش شكاوى بالنسبه لي من المنتج ده. هجيب يعني ايه في كل وقت بقى ينزل فيه عروض على سوق او امازون. هو على فكره امازون هو سوق دوت كوم قديم، سوق دوت كوم القديم غيروه بقى امازون. هجيب بقى ان شاء الله منه على طول، لان كده على طول بينزلوا عروض. وعلى فكره بالمناسبه كل شويه بدخل اتفرج على العروض اللي بينزلوها، بينزلوا لنا عروض كتير جدا على حاجات كتير. فاتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ده. وهي دي الحاجات اللي انا جبتها واللي انا اشتريتها، وهو عشان تعرفوا بس ان انا بفكر في البيبي برضه ان شاء الله وباذن الله. ادعوا لي دعوه حلوه وطيبه من قلبكم، ولكم بمثل ما دعيتم ان شاء الله. واقول لكم انا كده وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون فيه افاده للجميع، واشوفكم على خير ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.